يوم من ايام العيد، كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله النهاردة انا هعمل روتين يوم من ايام العيد. طبعا الحلقة انا هنزلها بعد العيد لان فعلا يعني مش فاضية خالص في العيد ان انا انزل اي حاجة. في بداية الحلقة كده، فكرة الحلقة هنا هنعمل الاكل بنفس فكرة اجدادنا. هتقولي لي يعني ايه بنفس فكرة اجدادنا؟ يعني تسمعي كده مثلا ماما مثلا تقول ايه، الحاجة زمان مثلا كنا بنعمل شوية خضار بس كان بيبقى طعمهم مثلا زي العسل. آه، كنا نعمل شوية بامية يعني طعمها لسه في بقنا لحد دلوقتي. عارفين الكلام ده بيجي منين؟ من البساطة والنفس الجميل بتاع الأكل بتوع الناس بتوع زمان. النهاردة إن شاء الله هنعمل فكرة الأكل بنفس الفكرة البسيطة أوي. زي ما احنا شايفين كده، في البداية أول حاجة هبدأ بيها هسلق اللحمة. دي طبعا المية غليت، هحط فيها اللحمة، وطبعا البصل اللي انا غسلته دلوقتي وقطعته والطماطم هضيفهم دلوقتي على اللحمه وهي بتتسلق. طبعا بقى انا لا هجيب ورق لورا ولا حبهان ولا اي حاجه، انا كل اللي هضيفه هنا مع البصل والطماطم على اللحمه شويه البهارات الصغيرين وشويه الفلفل الاسمر وكام حبايه قرنفل بس. مش هضيف اي حاجه تانية. الملح ان شاء الله اول ما اللحمه تقرب تستوي هضيفه. هرجع بعد كده بقى. دي لحمه مفرومه زي ما احنا شايفين كده، كنا مجهزينها برضو وحاطينها في الفريزر. هي فيها دهون كتير بس انا حباها كده علشان احنا هنعمل رقاق، فالدهون بتاعه اللحمه دي بيبقى طعمها حلو قوي في وسط الاكل. لكن لو هتعملي كفته طبعا ما ينفعش تجيبي لحمه مفرومه كلها فيها دهن بالكميه دي. اول حاجه هعملها هقطع البصله كده قطع صغيره قوي. طبعا انا جايبه هنا ده كيلو لحمه، هعمل عليه 3 بصلات زي ما احنا شايفين كده، يعتبروا اقل من المتوسطين بشويه، وهقطعهم قطع صغيره كده. كده خلاص شايفين ده الشكل اللي احنا قطعنا بيه البصل. عايزه تستخدمي المبشره استخدميها. طاسه على النار وهنحط فيها الماده الدهنيه اللي انت بتستخدميها، اي نوع سمنه، وهجيب اللحمه المفرومه واحطها في الطاسه زي ما احنا شايفين كده. الماده الدهنيه مش كتيره طبعا لان زي ما احنا شايفين اللحمه فيها دهون كتير. طبعا بعد ما اللحمه لونها غير على النار، حطيت البصل وحطيت الفلفل الاسمر والبهارات عليها ورشه ملح صغيره وهسيبها تستوي مع نفسها. نيجي دلوقتي نشوف الملوخيه. دي ملوخيه خضراء، لما بنشتريها ونحب نشيلها في التلاجة شويه بنجيب قماشه ونبلها ميه ونعصرها نص عصره ونلف فيها الحاجه الخضراء، تسيبيها اسبوع وتيجي تطلعيها تلاقيها بنفس الشكل اللي انت شايفاه ده. شايفين ما شاء الله كأنك لسه شارياها النهارده بالظبط وما فيهاش ورقه دبلانه. هغسلها بقى واقطفها واخرطها. بعد كده هجيب زي ما احنا شايفين كده راس توم وهبدا اقشرها. وهنا بقى حطيت التوم وعليه شويه كزبره ناشفه مطحونه وعليهم رشه ملح، وهبدا ادقهم كده كويس، اطحنهم بالشكل ده كده اهو. يبقى ده توم على ملح، طبعا ملح مش كتير لان الشوربه ضفت عليها ملح، والكزبره الناشفه كده. خلاص انا حضرت دي التومه بتاعه الملوخيه. يبقى انا غسلت الملوخيه قطفتها وغسلتها وخرطتها، ودي التومه بتاعتها جهزتها. نيجي على اللحمه كده نلاقي اللحمه ما شاء الله استوت. بصوا حتى الحته الملبسه دي تلاقيها طريه كده وسايبه، تعرف ان اللحمه استوت كمان. بعد كده بقى هجيب الرقاق. طبعا الملوخيه انا هعملها بعد ما اعمل صينيه الرقاق، عشان الملوخيه دي بتتحط يعني بتتعمل قبل الاكل على طول. طبعا الرقاق احنا كنا مجهزينه وعاملينه في البيت. انا عامله حلقه قبل كده لطريقه عمل الرقاق، هسيب لكم الوصف بتاعها تحت، اللينك بتاع الحلقه في صندوق الوصف تحت. جبت الصينيه زي ما احنا شايفين كده وحطيت فيها شويه سمنه ودهنتها، وجبت شوربه طبعا جهزتها جنبي معلهاش اي اضافات. شوربه زي ما احنا عاملينها كده بالظبط مع اللحمه، خدناه من اللحمه يعني على طول. هجيب بقى الرقاق.
طبعا احنا عارفين الرقاق بره بنشتريه بيبقى فيه فقاقيع كده كتيره، لكن ده ما شاء الله بصوا الرقاق رقيقه جدا. هجيب الشوربه بقى وابدا احط عليها كده من ناحيه واحده بس، مش هحط من الناحيتين، لان زي ما انتم شايفين هو اسمه رقاق لازم يبقى رقيق قوي، والشوربه الكتيره تخليه يعجن من ناحيه واحده بس كده، وهو علشان العجينه او مفروض بطريقه رقيقه قوي فبيشرب على طول وبيطرى بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هحط بقى طبقات الرقاق، وبين كل طبقه وطبقه هبدا احط شويه سمنه وافردها كده بالايه بالفرشه. طبعا واحنا بنعمل الرقاق انا عامله في صينيه كبيره. انت طبعا لو هتعملي في صينيه مقاس الرقاقه نفسها تحطي 5 طبقات من الرقاق، وبعد كده هتفردي اللحمه، وبعد كده ال5 طبقات اللي فوق، عشان الرقاق بيبقى تقيل قوي وما يبقاش معجن معاكي، وكمان اللي ياخد قطعه يقدر ياكل غيرها، لان انت لما بتعملي طبقات كتيره من الرقاق بتحسي ان انت بتتلكمي وانت بتاكلي الرقاق. فالرقاق بالذات لما تيجي تعمليه ما تكتريش من الطبقات بتاعته علشان يبقى طعمه حلو ويبقى خفيف في الاكل. هو في كل الحالات بيبقى تقيل شويه، لكن كل ما تخلوش يعني تخين كل ما بيكون احسن. طبعا زي ما انتم شايفين كده انا حطيت على الرقاق من ناحيه واحده بس شوربه، لانه طبعا احنا عاملينه في البيت فرقيق جدا، فكده هيبقى مظبوط قوي معايا. وبعد كده بين كل صف وصف كده من الرقاق ببدأ احط شوية سمنة وافردهم على وش الرقاق علشان يفضل مورق معايا. طبعا احنا عارفين الرقاق اللي بيتباع بره بيبقى تخين كده، ده تحط له من ناحيتين، لان هو بالنسبه لي انا مش بعتبر الرقاق الجاهز. ليه؟ لانه عامل زي العيش الفلاح اللي احنا بنعمله، الفرق ان هو ما بيتحطش عليه خميره، والعيش الفلاحي بنحط عليه دقيق بلدي اللي هو فيه نسبه من الرده. انا هسيب لكم تحت اللينك بتاع طريقه عمل الرقاق في صندوق الوصف عشان اللي حابب يجرب يعمله في البيت. كده انا وصلت لنص الكميه، هبدا اجيب اللحمه اللي انا عصقتها وابدا افردها كده على الرقاق، وبنفس الطريقه اللي انا عملت بيها الطبقات تحت هعمل بيها باقي الطبقات بتاعه الصينيه. كده خلاص صينيه الرقاق بقت جاهزه، هدخلها بقى الفرن ان شاء الله، لما تستوي هطلعها ونشوفها مع بعض. على ما الرقاق بقى يستوي كده وقرب خلاص هبدا اعمل الملوخيه. حطيت الشوربه على النار والشوربه غليت، اهم حاجه عشان الملوخيه ما تبقاش معاكي مرقه او خفيفه ما تكتريش الشوربه، يعني خلي الشوربه كده على القد، هتلاقي الملوخيه طالعه معاكي عرق وزي الفل، ولا بقى يقولك الملوخيه ساقطه ولا يقولك الملوخيه بتاعتك طالعه على الوش، هتلاقي الملوخيه مظبوطه معاكي قوي. اول ما تاخد بس كده غلوتين او مش غلوتين، اول ما تبدا تغلي هقوم طافيه عليها النار. بصوا ده القوام هوريهولكم بتاعها اهو، هي بدات تغلي وانا طفيت عليها فعلا، شايفين بيبقى ليها عرق وبتبقى جميله. هشيل الحله من على النار وهحط التومه اللي انا جهزتها. طبعا زي ما انا قلت لكم انا فرمه التومه بالكزبره الناشفه المطحونه، وحط عليها رشه ملح كده معاها، وهبدا احمرها كده على النار، احمرها لحد ما الشكل بتاعها يبقى لونه ذهبي. وبعد كده هحط الطشه بقى على الملوخيه واقلبها كده بسرعه. طبعا مهم قوي ان انا انزل مكان التومه. عايزه اقول لكم الريحه خلاص ملت الدنيا ما شاء الله، والرواق خلاص كمان على وشك ان انا اطلعه، شايفين كده الملوخيه خلاص بقت جاهزه. هجيب بقى اللحمه كده وابدا احمرها. على فكره اجمل حاجه انك تحط اللحمه في الشوربه وتقدميها، بس للاسف عندنا بيحبوها متحمره، عشان كده انا مضطره ان انا احمرها، بس لما بتبقى اللحمه كده في الطبق الشوربه كده بتبقى تحفه بصراحه. انا حمرت اللحمه وحطيت عليها شويه ملح وفلفل اسمر كده خفيف كده، وهاجي بقى اطلع صينيه الرقاق من الفرن. شايفين ما شاء الله الجمال؟ قربوا بقى هسمعكم صوت القرمشه وشكل القرمشه، بصوا سامعين
حاجه كده منتهى الجمال اهو. والسمك بتاعها ما شاء الله كمان جميل جدا. كده خلاص انا خلصت بقى الاكل. انا فرغت لنفسي طبعا لان هما مش هياكلوا لسه شويه. شايفين ما شاء الله انا عملتهم طبعا، عملت رز طبعا بشعريه جنبه. بصوا طبقات الرق زي ما انا قلت لكم، ما تكتريش في الطبقات، هتلاقيه مورق كده وجميل وتقدري تاكليه. شايفين ما شاء الله حاجه كده منتهى الجمال. كده وصلت معاكم نهايه الحلقه. يا ريت الحلقه لو عجبتكم تعملوا لايك وشير ليها، ولو اول مره تشوفوا القناه يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا علامه الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات.